ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل بانكيك. بيجي علينا اوقات كده عايزين نغير الفطار التقليدي، فهنعمل حاجه كده تدلعنا. هنعمل البانكيك، هيكون هش ان شاء الله وخفيف كده وزي القطن بالظبط، وبمقادير بسيطه جدا. اول حاجه هنحتاج 2 بيض درجه حراره الغرفه، و3 معالق سكر كبيره، وفانيليا. وهنضربهم لما يكون القوام بدأ يبقى لونه فاتح وقوام بدأ يخش يبقى تقيل شوية. وكل المكونات تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني حتى لو الدقيق مثلا بيجي اوقات كده بيبقى الجو حر، فبنضطر نحط علبة الدقيق في التلاجة عشان ما يبقاش ريحته مش كويسة يعني او يبوظ مننا. فبرضو هنبقى مطلعين الدقيق من التلاجة، واللبن والبيض وكل حاجة تبقى طالعة من التلاجة عشان يبقى كويس يعني مظبوط معانا. كده بقى ضربته لغاية ما القوام بقى لونه فاتح، وبدأ يبقى القوام لونه يعني اتقل سنة. ننزل بقى عليهم بربع كوباية زيت وكوباية ونص لبن. بعدين اضرب تاني ونكون مجهزين الكوبايتين دقيق، عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة ورشة الملح، ونديلهم تقليبة كده، ونجيب المنخل نبدأ ننخل المكونات على الخليط السائل اللي احنا عملناه. هننخل الاول نص الكمية ونضرب بالمضرب، وبعدين ننخل الكمية التانية. ميزة الضرب انه بيخليه هش وخفيف معانا وما يبقاش كمان مكلكع كده. كده خلصت الكميتين. بعدين بقى نبدأ نضربهم كده بالسباتولا، نقلبهم، وبعدين بقى نجهز بقى الطاسة اللي احنا هنعمل فيها. اهم حاجة تكون ما بتلزقش، ونحطها على درجة حرارة متوسطة الاول لغاية ما تسخن، وبعدين بقى نرجع نقلل درجة الحرارة عشان ما يتلسعش مننا من تحت ويبقى لونه مش كويس من تحت وما يكونش مستوي يعني. اول ما الطاسه تسخن معايا هبدا اجيب معيار بقى، ده نص كوبايه، وابدا انزل. واحنا هنكون بعد ما الطاسه تسخن كويس جدا نبدا بقى نقلل درجه الحراره شويه عشان يستوي معانا وما يتحرقش مننا من تحت. اول ما يبدا يعمل ثقوب كده معانا نعرف بقى ان هو بدأ خلاص دخل في السوى. وهتشوفي كمان هتلاحظي ان هو بدأ يتنفخ ويعلى كده. اول ما يخلص وتبقى الوش كله ثقوب هنقوم قلبينه على الناحية التانية، ونخلص بقى الكمية كلها، ونشوف بعدين بقى البانكيك هيبقى فطار لذيذ جدا وخفيف كده، حاجة بدل الفطار التقليدي اللي احنا بنفطره كل يوم. نقدمه بقى مع عسل او نوتيلا، بس احنا بنحب العسل معاه، بيبقى طعمه لذيذ قوي بالعسل. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اعملوا لي شير مع اصحابكم. ويا رب يعجبكم الفيديو، وباي باي.